النهار غادي ننظم كلشي في حياتي كاملة غادي تبدل، وغادي نولي واحد الإنسانة اللي حياتها كلها منظمة بسبب التصرف اللي درت وبسبب القرارات اللي خديتهم. السلام عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. البنات، اليوم بغيت نعاود لكم واحد القصة ديال واحد السيدة اللي كانت كيف ما كتقول دائما مرونة، دائما ما كتلقاش واحد البلاصه في الدار ديالها نقيه. كلشي عندها مرون في الحياه ديالها، كتقول باللي ما كتلقاش الراحه النفسيه في الدار ديالها من بعد ما كانت في دار والديها نقيه بزاف، وكانت كتهتم بالنظافه ديالها وبالنظافه ديال دارها. غير تزوجات وغادي تبدل. ودابا غادي نعاود لكم بالقصه طبعا باللسان ديالي او باللسان ديالها، ولكن كنعاود كانها هي اللي كتكلم، باش هكا بلا ما غادي نبقى نقول قالت ليا وقلت ليها. غادي نختصر لكم القصه وغادي ندخل مباشره بحال هي اللي كتكلم. السلام عليكم، معكم سكينه، 29 سنه. اليوم جيت نعاود لكم القصه ديالي باش تكون لكم العبره، وباش حتى نتوما الا تسدوا عليكم البيبان بلا ما تخلعوا، وتعرفوا دائما باللي كل وحده فينا كدوز في شي مراحل في الحياه ديالها اللي هما كيكونوا الدروس كتستافد منهم. كيف ما قلت لكم انا سكينه 29 سنه. واحد الانسانه اللي كانت نقيه بزاف وكانت كتهتم بالدراسه ديالها. كنت البنات عزيزه ليا الا دخلت في المدرسه ها كنعاون الوالده ديالي ونعاون الناس اللي كاينين في الدار. وكنت طبعا انا وخويا كنا جوج الوليدات عند الوالدين ديالي، وكنت انا معروفه بالنظافه ديالي الشخصيه، وكنت مهتمه هكا الشمبر ديالي دائما الا فقت خصني نجمعها قبل ما نمشي للمدرسه. وكنت انا بنت واحد الانسانه اللي نقيه بزاف، الحوايج ديالي عزازين عليا. اي حاجه ديالي واخا تكون بسيطه ولا الثمن ديالها رخيص كنبغي نحتفظ بها ونطلع فيها ونغسلها، وما كان له حتى شي حاجه ديالي. فكانوا الناس كاملين كيقولوا هذيك الانسانه راه معروفه عليا النظافه. ودائما البنات انا كندوش بزاف، يوميا تقريبا انا كندوش ونطلع في شعري ونطلع في كاع داكشي اللي ديالي كنطلع فيه. كما قلت لكم حتى تزوجت وربي رزقني بجوج ديال الوليدات اللي هما تويميين. في الاولى البنات ما غاديش نكذب عليكم كانوا عندي شي صحابات هما اللي غادي يدخلوا ليا ما بقاش هكا كيف ما كنت، يعني كيديو ليا الوقت بزاف. هاد الصحابات البنات تعرفت عليهم طبعا فاش وليداتي غادي ندخلهم الروض. ولكن قبل ما نعاود لكم شنو وقع ليا في الاول، فاش ولدت وليداتي غادي ندخل الاكتئاب وغادي نحس براسي انني دائما في الضغط. وطبعا بديت كنقص شويه بشويه. العادات اللي كانوا عندي انايا الضروريه انني نديرهم، مثلا نمشط شعري، مثلا ندير هكا الكريمات للدين ديالي والوجه ديالي ونرطبهم، بديت كنقص شويه بشويه. لانه ما نكذب عليكم المسؤوليه ديال انك يكون عندك توميين راه كتكون صعيبه بزاف. ففي الاول ما كاينش اللي نصحني هكا يقول لي بلي انت داخله في الاكتئاب، لانه هادشي غنحس به ملي غادي نولد تويمين وليداتي على 4 شهور. مشيت للطبيبه، هي اقترحت عليا انه خصني نخرج، خصني نضحك، خصني يكون عندي الناس اللي هما ايجابيين في الحياه ديالي. وهادشي طبعا البنات انا واحد الانسانه اللي عايشه في واحد المدينه اللي بعيده بزاف على الوالدين ديالي، كنتصل بهم كيهضروا معايا، ولكن هذاك الفراغ دائما ما كانش اللي كيحمروا ليا، لانه بالحكم كنبقى بوحدي في الدار. المهم البنات اش غنقول لكم، دوزت واحد المرحله اللي صعيبه من بعد الولاده ب4 شهور. سديت على راسي، ما كنعسش مزيان بالليل، في الصباح هكا كنبقى كنحاول باش انني نجمع بزاف ديال البلايص في الدار ديالي، ولكن الوقت او هكا دغيا كنعيا وكنجلس. المهم البنات حتى غادي توصل واحد الفتره فاش وليداتي غندخلهم لاكاش، دخلتهم بديت هكا كنجلس مع العيالات وكنعاود ليهم بلي انا صافي بحال الا وصل لواحد المرحله اللي الضغوطات تغلبوا عليا، وبالنسبه للشقه ديال الدار ما بقيتش قادره عليه ولا كيغلبني بزاف. فهما غادي يقترحوا عليا يقولوا لي بلي خصك هكا تدخلي لاصال، وبلي خصك تحركي، بلي خصك يعني تنظمي الوقت ديالك. وانا فاش كنت كنهضر معاهم كنقول لهم انا كنت واحد الانسانه اللي منظمه بزاف وهادشي كامل عارفاه، ولكن ما قدرش انني ندير ولا خطوه وحده. كانوا كيقولوا لي وزيدون راه ماشي مهم ان الدار ديالك دائما تكون نقيه وانت دائما طلعي في راسك، راه عادي. هادشي كاع العيالات اللي كيكون عندهم الوليدات ما كيبقاوش كيف ما كانوا.
صافي البنات بحال إلا هما كيسكتوني أو بحال إلا هما لقيتهم كيف ما بغيت أنايا. فالبنات بديت هكا كنهمل بزاف ديال الأمور في الدار ديالي، ما بقيتش كنسيق، ما بقيتش نغسل المواعن، بعض المرات كنخليهم يومين 3 أيام. ما غاديش نكذب عليكم، بالنسبة لي غتقول لي واش راجلك ما كيقول لك والو؟ راه بالنسبة للزوج ما كيكونش في المغرب، كيخرج كيدي الساعة لبرا، بعض المرات كيبقى تما 15 يوم 10 ايام، فغير كنعرف بلي غيدخل كنبدا هكا واحد النهار او واحد نص النهار نبدا بالدار نجمع نقير كاني ديالي كلشي نقيه، وكذلك نمشي للحمام ندوش نتهلا في راسي. فالناس اللي كيشوفوني كيصحاب لهم بلي مازال نقيه، بلي مازال واحد الانسانه اللي نظيفه وكتهلا في راسها. والوليدات حتى هما كيغلبوني، ما كنقدرش ندوش ليهم، ما كنقدرش اني نتهلا فيهم. فحتى بعض المرات هكا الماكلة ديالهم كنبقى كنطيب الماكلة ديال 3 أيام 4 أيام، بحال مثلًا أي حاجة كتبان ليا صعيبة كنخليها وكندخلها الفريغو، وكنبقى نخرّج منها ونسخّن الماكلة للوليدات. اش غادي نقول لكم، حتى لواحد النهار اللي طبعًا العائلة غادي يجيو، العائلة ديال الزوج ديالي، ولكن ما غاديش يعلموني بلي غيجيو عندي، ماشي ما غاديش يعلموني، ولكن بالنسبة ديك الساعة فاش كانوا كيصونيو ليا كنت ناعسة، وهما كان عندهم واحد الغرض مهم في المدينة فاش كنت أنايا، فاضطروا أنهم غادي يتركوني باش يقضيو هداك الغرض، لأنه ديك الساعة دوزتي كانت مريضة وكتتبع مع واحد الطبيب في البلاد فين كنت أنايا أو في المدينة فين كنت. ديك الساعة فاش كانوا كيصونيو عليا تقريبا شي 15 مرة، لواساتي وعدوزتي وراجلي حتى هو، وانا كنت ناعسة. كنت واحد الانسانه اللي عزيز عليا النعاس بزاف، نعس بالليل نعس بالنهار نعس وقت الظهر، وقت ما جاتني الفرصه نعس واخا نخلي الدنيا كلها مرونه ما كنديهاش فيها، ولا برد ولا القلب ديالي برد ليا على الشقه ديال الدار. هما ديك الساعه نزلهم الكار وصلوا، ووصلت ديك الوحدة ونص ديال هكا ديال النهار، كنسمع اللي كيدق الباب وكنسمع اللي كيعيط، وغادي نتصدم واحد الصدمه ما تتخيلش لكم البنات. فاش غادي نسمع دوزتي كتعيط ليا كتقول سكينه سكينه، غادي نطل في الشرجم، غادي نلقاو في البالكون، غادي نلقاهم كيتسناو العائله كامله ديال الزوج جايين عندي من البلاد او من المدينه فين ساكنين. اش غنقول لكم، فاش غادي نبدا ديك الساعه ما عرفتش واش براسي واش بالوليدات اللي حالتهم حالي البنات، مسخين مسخين مسخين، ولا الدار اللي حالتها حالة. غادي نشد على راسي وغادي نبدا نبكي ونقول يا لطيف يا ربي، شنو غادي ندير باش غادي نبدا؟ ما يعني ما نقدرش نبدا بحتى حاجه، خصني نحليهم. صافي البدات هبطت وحليت العائله دخلوا كاملين من الدروج كيبدا الخنز. اش غادي نقول لكم، لا بوبيله البنات في المكازا عامره، ما كنقدر حتى نخرج لصحاب النظافه هذوك البلاستيكات كاملين، كناخذ البلاستيكات الكبار كنجمع داكشي في المكازا. الروينه يا البنات والريحه في الدار، ودخلوا بداو كيقولوا لي شنو هادشي سكينه، شنو واقع عندك؟ واحد الريحه خايبه بزاف. وانا في الداخل ديالي كنضحك وما عرفتش باش تبليت، واش نضحك واش نبكي، كنقول لهم غير زيدوا. باقي ما عرفتو باقي ما شفتو والو، بداو كيطلعوا وما نعاودش لكم، يعني الدار واحد الريحه اللي خايبه بزاف. بداو شويه كل ما كيطلعوا كيلقاو ديك الريحه الخانزه. صافي بداو كيطلعوا وعدوزتها تشوف فيا تقول لي سكينه شنو وقع لك؟ واش مريضه؟ شنو كاين؟ واش يعني شي حاجه وقعت لك؟ علاش هاد الريحه كاينه في الدار؟ وانا كنقول لها خالتي غير سمحوا لي راها مريضه هاد الايامات، وقالت لي كاع ما في خبارنا، زعما ولدنا كاع ما قال لنا والو. قلت لهم راه ما حتى هو ما قلت لي والو، ولكن مريضه بزاف، وكنت كنفكر في راسي باش غادي ندوز هاد المصيبه، باش غادي نسكتهم، باش غادي نقنعهم بلي انا مريضه. صافي هكا طلعوا معايا للدار، دخلتهم للصالون، لقاو الصالون اش غنقول لكم تقولوا داز فيه الحرب العالمي الثالثه. جلسوا قلت لهم بغيت نعمر لكم اتاي وتنقز واحد لوستو تقول لي هذا وقت الغدا، حنا راه كنتصلوا بك شي 15 ديال المره، وراجلك حتى هو راه اتصلنا به قلنا ليه باش يتصل بك وما كيلقاكش كتجاوبي، واش كنتي ناعسه؟ وانا نقول لهم كنت ناعسه، راه كنت مريضه بزاف داكشي علاش شدوني الدراس والحلاق، مريضه بزاف حالتي حاله، وهاد الايامات كاملين ما قدرت ندير حتى حاجه في الدار. وهاديك الساعه دوزت تقول لي صافي الله يشافيك غير جلسي، جيبي اللي جبتي ماشي مشكل، حنا واحد شويه راه غنمشيو عند الطبيب، واخا فينا الجوع
معليش جيبي لينا باش غير نقضيو. صافي البنات مشيت للكوزينة وكنت دايخة وكنت كنقول لهم ميمتي باش غادي نسكت هاد الناس، باش غادي نسكت عائلة راجلي. حالتي قدامهم ديك الساعة ما كرهتش تحل عليا الارض وندخل وتصرتني. صافي البنات عمرت لهم واحد براد اتاي حطيتهم داكشي اللي قسم الله. اش غنقول لكم، الكيسان حالتهم حالة، الدار حالتها حالة، الخاميات فين ما تحط عينيكم كتلقاو غير الكحولية والميديتي والدار والوسخ. وما ما قدرش البنات انا براسي ديك الساعه بحال الا صفقتوني وتنادم معايا الحال. صافي البنات مشيت حطيت لهم الفطور وانا باقي كاع ما فطرت. رديت الغدا، صافي قالوا لي انا دابا حنا دابا غنخرجوا نمشيو للطبيب ونرجعوا ما بين لي طيب الغدا. كنت البنات طيبت لهم الغدا وجلست كنلوم في راسي وكنقول. وديك الساعه جلست معايا واحد لوستي اللي باقي ما تزوجات، وهي تقول لي سكينه شنو وقع لك، هادشي ماشي من العاده ديالك، وحنا واخا نكونوا واخا تكوني كاع مريضه كاع ما يمكنش ان الدار توصل في هاد المده اللي قلتي لي انا 3 ايام مريضه توصل لهاد الحاله. الحيوطه حالتهم، البيبان حالتهم، شنو وقع ليك وعلاش حتى وليتي هكا. وانا بديت كنبكي عليها كنقول ليها شنو وقع ليا شنو وقع ليا، انا ما قدرت مازال ندير حتى حاجه، انا كرهت هادشي. وهي تقول لي خصك تخرجي ديري سبور، ديري هكا صحابات اللي يحفزوك، حاولي انك تخرجي تعيشي الحياه. راه هادشي ماشي معقول، كيفاش خويا غادي يجي وغيلقى الدار هكا وغيمرض ووليداتك حتى هما غيمرضوا وانت براسك غتمرضي. هادشي راه ماشي معقول. حاولي انك تفيقي بكري وانك ديري شغله دارك، حاولي انك تنظمي الوقت ديالك. صافي البنات بدات كتعنك فيا وكتقول لي انا حاسه بك حتى انا راه دوزت في هادشي، ولكن عيب وعار الناس يجيو يدخلوا عندك يلقاو هاد الروينه كامله في الدار ديالك، راه الناس ما كترحمش اختي. صافي البنات تغداو عندي، مشاو ديك الساعه ما بغاوش يباتوا، فين غادي يباتوا الدار كلها خانزه. مشاو البنات من هذاك النهار بديت كنبكي وبقى فيا الحال، وحلفت بحلوفي بلي غادي نتبدل. من تما يا البنات بديت مشيت لواحد الطبيبه عاودت ليها كلشي، عطاتني هكا شي تريتمون، قالت لي خصك انك ديري تحاليل ديال الفيتامين دي وتشوفي فقر الدم وتشوفي الحديد في الجسم ديالك كيفاش هو. صافي البنات بديت بالصحه ديالي الحمد لله، بديت كناكل التريتمون ديالي، بديت كنتحسن. من تما يا البنات واخا عندي الوليدات صغار كنديهم لاكريش كنرجع ما كنعس حتى كنجمع الصالون وكندور عليا الدويره في الدار. كندير واحد الدويره اللي هي بسيطه، فين ما يبان لي مثلا الالعاب كنجمعهم، يبانوا لي الصنادل، اي حاجه ماشي بلاصتها كنردها لبلاصتها. وهذا ولا عندي الروتين ديالي. وليت البنات كل نهار وكنقلب واحد البلاصه اللي خصها تنظف وكنظفها. واخا كنبغي نعس كنعس، ولكن قبل ما نعس كنرد الغدا ديالي وكنجمع لقناتي وكنحاول طبعا قبل ملي كنفيق هكا نضربها بالدويشه ونمشط شعري. وبديت البنات كتبدل شويه بشويه كنرجع هذيك سكينه القديمه اللي كانت عزيزه ليها، النظافه والتاويل. والحمد لله من بعد الناس ملي كيزوروني كيلاحظوا واحد الفرق اللي هو كبير. هادشي ماشي درتو على قبل الناس، ولكن بهداك الخلعة اللي حسيت بها داك النهار فاش جاو عندي الناس على غفلة ما عمري غادي ننساها. وليت الصالون البنات كنهتم بيه كنطلع فيه، كنجمعو كنقيه كل حاجة كنردها لبلاصتها. والبلايص اللي هما قرابين مثلا بحال الدروج ديما هكا مرة في السيمانة كنسيقهم. لا بوبيل فين ما كيكون عندي كل نهار كنخرجو، ما بقيتش كنجمع عندي الزبل حاشاكم هكا في المكازا. وليت واخا يدق عليا شي واحد كنفتح ليه ولا كنلوح عليه الساروت وانا مرتاحه. طبعا العائله كاملين راه لاحظوا هذا الفرق وحسوا بيا بلي كنتعالج. وهذا الشيء كامل طبعا من الاكتئاب اللي كدوزتو مورا الولاده ديالي ديال وليداتي. طبعا هذا ماشي عذر، ولكن انا دوزت الاكتئاب صعيب بزاف البنات وخايب بزاف. والحمد لله دابا تعالجت وليت داري نقيه وليت نقيه وليداتي حتى هما نقيقيين. انا عاودت لكم التجربه ديالي باش ما تحكموش على الناس دغيا. كاينين شحال من العيالات مرض وما كاينش اللي كيحس بهم غير الله سبحانه وتعالى. هذه القصة ديال سكينة اللي عاودت لكم اليوم، كيفاش حتى تبدلات، كيفاش كانت واحد الانسانه اللي هي نقيه وكتهلا في دارها من بعد جاء اكتئاب، ولكن من بعد ما استسلمتش ورجعت كيف ما كانت. حتى نتوما عندكم القصه بغيتو تعاودوها ليا، قولوا لي في الكومنتير باللي مهتمين انكم تعاودوا القصه ديالكم وغادي نعاودها لكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. تهلاو ليا في راسكم، نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مع السلامه.